ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده معانا كنافه بالمانجا. ده اول فيديو اعمله حاجه حلوه كده معاكم على القناه بتاعتي الجديده. يا ريت ما تنسوش الاشتراك وكومنت حلو علشان نجيب لكم كل جديد. هنا عندي مانجا كنت مفرزاها مقطعتها كمكعبات. انا مقطعاها هي مجمده شويه على فكره بالشكل ده بعد التقطيع. وعندي هنا كريم شانتيه. وعندي هنا سكر، بحط لها سكر. بحط لها سكر على حسب الرغبه، انتوا عايزينها بقى مسكره، عايزينها وسط، عايزينها كده. فبتحطوا سكر على حسب الرغبه. وبحط كمان سكر بودر، ده اضافه كده من عندي يعني عامه. وببدا ان انا احط كمان ميه ساقعه، مش دافيه، لازم تكون ساقعه. وابدا ان انا اضرب، وخلي بالي بقى وانا بضرب علشان ايه ما يتبعترش بره وكده. فبفضل اضربه كويس جدا، ضربه متواصل يعني ما وقفش في النص، فاهمين؟ زي ما انتم شايفين كده. طبعا بفكركم محدش ينسى الاشتراك وكومنت حلو كده ولايك للفيديو. وبضرب تاني، يعني بفضل اضرب لحد ما القوام يعلى معايا، يعني ملوش مدة محددة، هو بس لحد ما القوام يبدأ يعلى معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي قوامه ما شاء الله تبارك الله، ابتدى يعلى معايا وبقى المسه ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عندي الكنافه دي كنت محمصاها طبعا على النار، مقطعاها ناعم جدا، ودوت شربات الكنافه بس ما يكونش سخن. وابدا اقلبه، لازم اغرس كل كنافيه في الشربات بتاعها لازم. وببدا بالمنظر ده كده وبالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. بزود لو انا محتاجه ان انا بزود. هبقى اعمل لكم فيديو ازاي تعملوا برضو الشربات بتاع الحلويات، سواء الكنافه سواء الجلاش، الحاجات الحلويات الشرقيه دي. وابدا اقلبها كويس، واخلي كل كنافه زي ما قلت لكم ان هي تشرب الشربات ده. وعلى فكره مش هتبقى مسكره، ما تقلقوش للناس اللي هي ما بتحبش السكر اهو كده زي ما انتم شايفين. بقلبها كويس. اهم من تظبيط الشغل ظبط الشغل. واجيب القالب بتاعي واحط عليه طبقه من الكريمه اللي انا عملتها، تكون طبقه كويسه جدا علشان تبقى الكنافه حلوه. هي حلوه من غير كلام يعني. مين فينا اصلا ما بيحبش الكنافه بالمانجا والكنافه بالفواكه عامه او بالشوكليت او كده؟ لا، كلنا بنحبها، ندفع فيها كتير قوي بره، بس احنا ممكن نعملها بنص التكلفه دي مثلا في البيت. هنا عندي بقى طبقه كنافه من اللي انا سقيتها بالشربات، بعملها طبقه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده. واسويها وابططها يعني ايه بالراحه، مش هتبططها تبقى زي التورت والكلام ده، لا. انا بسويها يعني ببقى خفيفه عليها وانا بدبدب عليها، فاهميني؟ زي ما انتم شايفين كده. واحط برضو طبقه كريمه، يعني انا بعمل طبقه كريمه برضو واسويها. والله يا جماعه دي جميله. انا برضو مش هنسى وافكركم ان انتوا تعملوا اشتراك وكومنت حلو ولايك للفيديو لو عجبكم. بالظبط. واكتبوا لي برضو في الكومنت انتوا عايزين مثلا وصفات ايه اعملها لكم، مشروب، اكله صغيره، اكله خفيفه، الكلام ده. هنا بقى عندي ده تكايه من عندي انا اللي هي عصير مانجا. ممكن استخدم عصير مانجا لو عندي، ممكن ما استخدمش، ممكن استخدم عصير الجيلي واحطه عادي. وهنا بقى اخر